السلام عليكم الغسالات ديالي، ومرحبا بكم معايا في قناتكم الوجد يا ام وسيم، ومرحبا بكم معايا كذلك في فيديو جديد. واليوم ماشي وصفه. اليوم بغيت نشارك معاكم هاد التجربه ديالي مع واحد الفنيد اللي هو اكثر من رائع. تجربتي مع هاد الفنيد هذا بغيت نشاركها معكم بكل مصداقيه وبكل صراحه. صراحه ملي ولدت ما كانش عندي الشهية نهائيا ديال الماكلة. راكم عارفين الولادة كيفاش كدوز صعيبة وكان وقع لي انايا نزيف، يعني درت ايموراجي وكنت فاشله كاع ما فياش العظم الصحيح اللي نهزو. مهم من بعد بقيت غير هكذا كنديروا الوصفات الطبيعيه اللي كندير. كندير هذيك البلبوله اللي كنديروا حنايا النفيسه فاش كتولد مع راس بقلي، ودرت حطيتها لكم في القناه حتى هي كتفتح الشهيه وكتزيد في الوزن. الصراحه نفعتني زوينه. درت ايلان باش يصحح لي العظم، حيت كنت قلت لكم صافي مشيت فيها. ايوا وهذا الفنيد هذا اعطاه لي الطبيب، قال لي باش يفتح لك الشهيه تبقاي تاكلي مزيان، وباش يكون عندك الحليب بزاف. يعني هي كتزيد حتى في اضرار الحليب. هذا الفنيد هذا ما تخافوش منه نهائيا. وبالنسبه يعني تاخذوا المرضع وغير المرضع، الا الحامل اللي ما ننصحكمش به. يعني المرضع وحتى اللي ما كترضعش، يعني البنات هكا وهذا اللي بغاو يتزادوا في الوزن واللي ما عندهمش الشهيه، وعطيو لهم هذا الفنيد هذا راه زوين بزاف بزاف. قال لي هذاك الدكتور الله يجازيه بالخير هو اللي نصحني بها، قال لي غير تبعيها وغادي تكوني مزيانه بزاف، لا في الماكله ديالك ولا في حتى في الحليب غادي يكون عندك مزيان. وما تخافيش راه ما عندها حتى شي اضرار، راه واخا يعني هي غتفتح لك الشهيه وغادي تبداي تاكلي مزيان 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 اكثر من هذاك الشيء اللي كنتي كتاكلي شحال هادي. وفعلا غير بديت كناكلها البنات صراحه الله ولا فيا واحد الجوع، وليت غير كندور وكناكل. يعني اللي لقيتها قدامي كناكلها من غير الفطور والغدا والعشاء. يعني واخا نكون يلاه فطرت ولا يلاه تغديت كندور كنلقى شي حاجه حدايا كناكلها. يعني واخا نكون يلاه نايضه من طبله الغدا ولا طبله الفطور ولا العشاء. كتخليكم تحسوا بالجوع، ولهذا كتاكلوا مزيان وكتغلاضوا الغلط على الصح. يعني ديك الماكله هي اللي كتغلطكم. هذا الفنيد هذا ما تخافوش منه، هو ديال الحلبه وفيه 11 فيتامين كما كتشوفوا راه مكتوبه فيه كاع. يعني فيه 11 فيتامين غادي ينفعكم بزاف بزاف. وواخا تقطعوه كما قلت لكم راه ما غاديش ترجعوا كيف ما كنتم من قبل، لا بالعكس تبقاو محافظين على الصحه ديالكم. هذا راه ماشي ديال حساسيه ولا ديال ضيقه ولا اللي غادي يغلطكم ويفشكم، لا. هذا كيفتح لكم الشهيه وفيه فيتامينات اللي غادي ينفعوكم في الذات ديالكم. غادي تبداو تاكلوا مزيان مزيان، وبغير تبداو البنات تفتح لكم الشهيه. اين فوا غادي النهار الاول اللي تجربوه تبداو فيه غادي تلقاو راسكم كتاكلوا، وهذيك الساعه عطيو لاطاك الماكله وكلوا داكشي اللي فيه فيتامينات، داكشي اللي غادي ينفعكم. ماشي تبقاو تاكلوا داك التخربيق ديال الزنقه، ولا كلوا هذاك الشيء ديال الصح. وعاونوه بالبلبوله ديال الزرع كما نقولوا حنا التشيشه. كنت كندير هنايا بالنسبه للمرضعات وحتى لغير المرضعات. كنت كندير فيها حب رشاد، كندير فيها ايلان ما مطحونش، كنت كنديرو هكاك حبوب والحلبه، وكنديرها وجوج معالق ديال زيت الزيتون وشويه الملحه والماء، وكنديرها طيب 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 مزيان حتى كتهرى، حتى كطيب مزيان. وداك ايلان كيتنفخ هو وديك الحلبه كيولي كل حبه قداش. كنفطر بها زلافه على الصباح مع 7 ديال التمرات. وكان قبل يعني قبل كناخذ هذا الفنيد هذا وكناخذ ديك الزلافه وسبعه ديال التمرات، ومن بعد ديك الزلافه وارا تشوف الماكله يا خوتي. والله ما نكذب عليكم البنات صدقوني، هي لا كتفتح لكم الشهيه بواحد الشكل رهيب. مع هاد الفنيد مع هذيك البلبوله كتلقاو راسكم غير كتاكلوا هذيك البلبوله براسها كتصححكم وكتفتح لكم الشهيه. من بعد كنضرب، يعني ضربوه للبنات ديروا شي 2 بيضات ولا 3 ولا على كل وحده وشحال تقدر تاكل. ومن الافضل اللي كان بلدي قليو البيض ولا سلقوه ولا كيف الطريقه اللي كتبغيو نتوما. كلوا زيت البلديه، عرقوها مزيان. ومن بعد غادي تجيكم الجوع عاوتاني للغدا. وحاولوا انكم تفطروا بكري باش تجي وقيته الغدا عاوتاني
تلقاو راسكم جيعانين بزاف بزاف، تغداو مزيان وديروا كاسكروط وحتى تعشاو. بالنسبه للطريقه كيفاش غادي تاخذوا هذا الفانيد هذا ولا هاد الكنينه ولا حتى السيرو، راه فيه السيرو، ولكن صراحه هاد الكنينه واخا انايا كنفضل السيرو لانني ما عندي مشكل، انا ما كنقدرش نسرط الكنينه بصعوبه، ووليت كندير لها واحد الطريقه بالنسبه اللي عندها هذا المشكل بحالي ما كتقدرش تسرط هذا الفانيد هذا، وهذه راه الحبه ديالها كبيره بصراحه. وليت كنشربها يا اما برابي يا اما بهذاك عصيري باناشي، يعني باش ولا يوغوري ولا، المهم انايا بهكا باش كنقدر كنسرط ما كنحسش بها، اما مع الماء نهائيا ما تسرط ليش. يعني هكا الكنينه كتكون لا دوز ديالها مجهده وكتعطي نتيجه اسرع من السيرو، وكيكون فيها 32 حبه، ملي كتكون 32 حبه غادي تشد لكم مده على السيرو، اما السيرو سيمانه يتسالى لك. وثمن ديالها راكم هاي فيها 74 درهم و80، الثمن ديالها راه مناسب. والطريقه كيفاش غادي تبقاو تاخذوها السيمانه الاولى اللي غادي يلاه تبداوها فيها، غادي تبقاو تاخذوا وحده قبل الفطور بربع ساعه ولا حتى نص ساعه احسن، يعني قبل ما تفطروا خذوها هي الاولى وسيروا وجدوا فطوركم على خاطركم، باش ديك الساعه غادي تكون خدمت فيكم وتجوعوا مزيان. ووحده قبل من العشاء، وحده قبل الفطور وحده قبل العشاء. عرفتوا البنات؟ والله اقسم لكم بالله الا كتجيب لكم الهمر ديال الجوع وكتعطيكم واحد الصحه اللي هي اكثر من رائعه. غير جربوها وردوا عليا الخبر اللي جربتها. كنتمنى انكم يعني ما تكذبوش عليا ولا شي حاجه، غير بمصداقيه داكشي اللي وقع لكم غادي تخليوها لي في لي كومون، قولوا لي كيفاش عطاتكم النتيجه ولا ما عطاتلكمش. وانا اكيده ومتاكده وعلى يقين مليار في المية انها غتعطيكم النتيجه، لاني جربتها شخصيا وعرفت. يعني لو كان ما جربتهاش ما غاديش نجيو نهضر عليها. شي حاجه اللي ما عارفاهاش ما مستحيل انني نحطها في القناه. انا كنبغي نشارك معكم شي حاجه اللي مجربه ومضمونه وانا متاكده منها. ما نقدرش نقول لكم شي حاجه ولا نحط لكم شي حاجه وانا ما متاكداش منها. المهم البنات جربوها، واي مرضع كتعرفوها نصحوها بهذا الفانيد هذا فيتاتين تديو منها رحمه الوالدين، لانني عارفه المعاناه ديال كل مرضع كتبغي دير شي وصفه ولا شي حاجه كتخاف على اول حاجه كتفكر هي في ما كتفكرش كاع في راسها، كتفكر غير في داك الوليد ولا ديك البنيه ديالها الا تاخذ ديك الوصفه وتضرها. هاد الفيتاتين هاد الكنينه ولا سيرو راه ما غاديش تضرها نهائيا. راها انايا الطبيب اللي عطاها لي وراه سولوا الفارماسيان عليها، راه غادي ينصحكم بها اكيد. وحتى بلا يعني من غير المرضعات راه تستعملها اي وحده من غير الحامل كما قلت لكم. وكنتمنى انا لا فيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه، ولهذا ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم لي كومونتير ديالكم اللي كيشجعوني بزاف بزاف. وخليتكم على خير حتى الفيديو جديد ان شاء الله.